السلام عليكم. طريقة الرز بلبن دي طريقة تحفة جدا بجد. كل اللي هياكله عندك هيقولك لازم تقولنا الطريقة. طعمه حلو جدا وفي نفس الوقت اقتصادي ومفيهوش مكونات كتير. ودخلنا كمان واحد الفرن عشان نشوف كده النتيجة بتاعته يبقى شكلها عامل ازاي. ما تنسوش من فضلكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة اول ما تدخلوا. معايا كوبايه الا ربع من الرز المصري، غسلته وحطيت عليه كوبايتين من الميه في حله زي ما انت شايفه على نار هاديه جدا تكاد تكون شمعيه لحد ما الميه شربت الرز قصدي الرز اللي شرب الميه بالشكل اللي انت شايفاه ده. كل شويه قلبيه وايدك تبقى فيه، ما تسيبهوش ابدا عشان ما يلزقش من تحت. بعد كده نزلت عليه بكيلو من اللبن، كيلو من اللبن. وبعد كده هنزل بلبن بودر معلقتين، وكيس كريم شانتيه برضو هنزله عليه. وهنزل كمان بالسكر، السكر ده حسب الرغبة، يعني ممكن نص كوباية، ممكن كوباية الا ربع، ممكن كوباية. شوفي انتي بقى عايزاه يبقى طعمه قد ايه، مسكر قد ايه، وحطي السكر بتاعك. آم، اللبن دلوقتي هو ايه؟ اللبن هو ساقع، فبالتالي لو حطيت الكريم شانتيه او حطيت اللبن البودر مش هيكلكع معايا. طيب لو انا نسيت يا نوجا ونسيت احط المكونات دي في الوقت ده وكان اللبن سخن، لو حطيتها بالطريقه اللي انا حطيتها بيها دي على اللبن مباشره هيعمل ايه؟ هيكلكع معاكي، فاحنا مش عايزين كده. كوبايه من الميه، حطي عليها الكريم شانتيه وحطي عليها اللبن البودر وقلبيه كويس جدا. وبعد كده انزلي في الحله بتاعتك وانتي ماسكه في ايدك مضرب، اضربي كده ونزلي واحده واحده بس وخلاص. احنا كده حطينا السكر بتاعنا، شايفين كل شويه بنقلب النار زي الشمعه عشان يستوي معاكي كويس. شايفين وصل للمرحله دي؟ يبقى هو كده ممتاز. شايفين شكله اصلا اتغير ازاي لما يوصل بقى معاكي للمرحله دي ويبتدي يتخن شويه كده؟ هي دي المرحله اللي هتحطي فيها النشا. معلقتين بس من النشا هتدوبيهم في نص كوبايه وترجعي تحطيه. يا جماعه الرز بيبقى دايب مش مستوي، انا عايزاه دايب. تمام. انا حطيت معلقتين من النشا ونزلت بيهم زي ما انت شايفه كده وفي ايدي المضرب عشان ما يكلكعوش. استنيت على النشا لحد ما استوى وشيلته من على النار. طب النشا يستوي قد ايه يا نوجه؟ بالظبط بالظبط يعني 3 دقايق 5 دقايق بكتير قوي. اخر حاجه احطها هي الفانيليا. خلاص هقفل عليه، اروح حاطه الايه الفانيليا بتاعتي. طريقة بقى التقديم بتاعتك زي ما انت عايزة، يعني ممكن تحطيها في بولات زي اللي انا هحطها في كمان. اطباق صغيرة بتبقى جاية للرز بلبن لو عايزة كمية اكتر شوية لانها بتبقى صغيرة. العلب اللي احنا بنشتريها من بره، يعني انا اللي حطيت فيها دي كنت شارية فيها من بره. كل شويه قلبي من تحت وهاتي الرز وانت بتغرفي كده بالحله. فاهميني؟ التزيين ده بتاعكم، شوفي الحاجه اللي انت عايزه تزيني بيها وزيني بيها. ممكن تكوني عندك كنافه مثلا تحطي عليها شويه من السيرب وتزيني الوش، ممكن تحفه جدا على فكره. ممكن زي ما انا حطيت زبيب وجوز الهند، بس ممكن مكسرات زي ما انت عايزه. بس الاصل بتاعك هو اللي تحفه. اثناء ما انا بكلمكم كنت حاطه واحد في الفرن عشان كنت عايزه اوريكم شكله، لكن انا بحب ده اكتر من اللي في الفرن، مع ان اللي في الفرن الوش بتاعه بيبقى تحفه. ممكن تحطي عليه شويه سكر بودر، او لو مش عايزه وتريحي دماغك حطيه كده على طول. اللبن اصلا لما بيخش الفرن، الرز بلبن لما بيخش الفرن الوش بتاعه بيبقى عامل زي اللبن المكثف، يعني الوش بتاعه لما بيتحرق بيبقى شبه اللبن المكثف، فاصلا بيديكي طعم روعه من غير سكر ولا اي حاجه. بتمنى ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم علشان القناة تعلى وتكبر بيكم. فان شاء الله تجربوه هيعجبكم جدا جدا. خدوا مني ثقة، طالما عملت لكم الحاجة يبقى اكيد حلوة. لو ما كانتش حلوة ما كنتش طلعتها وما كنتش لانها مش هتعجبني. تمام. شايفين شكل بقى اللي في الفرن؟ حاجة اخر جمال بجد، كان حلو جدا. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.